عايزين مشاهد كم مرة قعدت القعدة دي تتفرج على حد بيلعب سنايبر وقعدت تقول لا أكيد دي موهبة، أكيد دي فطرة، أكيد هو سريع كده لسبب، أكيد مفعل. لا يا عزيزي المشاهد، لا لا عزيزي المشاهد، أنت بتبص على إيه؟ أنا بوريك اللقطة. هو السؤال واحد هسأله لك عزيزي المشاهد، هل أنت حقا عايز تحترف بالسلاح ده؟ في السلسلة دي أنا هقول لك افضل شخصيات، افضل اماكن، ازاي تضرب من ورا الكفر، وازاي تقول لسكوادك بصوا ما تقلقوش انا مكفر. وطبعا انا بديك النصيحة دي من واقع خبرة، انا كنت الاول على مصر في الام. وعشان ناخدهم بالترتيب الصحيح فانا في الفيديو ده هديك لبوسة الشخصيات. لا عزيزي انت بتعمل ايه؟ انا هديها لك يعني هقولها لك، ما انت بتعمل ايه؟ لا لا لا. والشخصيات انا هبدأها معاك من الصفر عشان تكون فاهم كل حاجة بتعمل ايه. اولا للشخصية النشطة هنحتاج اريس. ليه؟ لو حد حط تلجة افشخها وافشخه من وراها. وهنروح لرافائيل. رافائيل مهم ان هو هيفنش لك كلايتك بسرعة، ودي مفيدة ليك ان الكلاية مش هتترف. اما عن المهارة التالتة فاحنا هنحتاج انفو اللي هي موكو عشان سكوادك يعرف مين متدمج ومين متدمج. فتح معايا يا عزيزي. اما عن المهارة الاخيرة فانت هتحتاج شخصية مهمة جدا، وهي شخصية محمد رمضان، لانه هيخلي طلقة الام توصل معاك ل 196 دمج، وده رقم كبير. يعني سكوادك هيبص ياخد الكل باربعة. الحرامية ولا نسيت اقول لك ان انت ده هيكون وضعك كل جيم، لان كفر الام اكتر واحد بيتسرق منه كلات. بس ما تاخدش في بالك، المهم المكسب. انا بقى عايزك زي الشاطر تروح تحط لايك وكومنت وتعمل ريبوست وتمنشن صاحبك اللي نفسه يحترف الام، ويقول لك ازاي تضرب من ورا الكفر وبطريقه شرعيه ومش هيتقال عليك هاكر. ازاي تضرب من ورا الكفر. ملحوظه مهمه، هذا الفيديو برعايه علاوي حبيب قلبي ابو حسين. زي ما احنا شايفين هنا، هي واقفة في نص الماب عادي ومش شايفاني ولا شايفة مني اي جزء خالص، وبكل سهولة قدرت اجيبها. تعالى اوريك ازاي. طبعا قبل اي حاجة خليك دايما متأكد ان انت هتحتاج حاجة مهمة جدا في الخدعة دي، وهو علاوي حبيب قلبي ابو حسين. بكل اختصار لما انت بتاخد كفر بالجنب بتكون وراه بزاوية معينة وبتقيم، بتكون انت شايف الخصم هو مش شايفك زي كده. حاسك ما فهمتش، فتعالى نشوفها من زاوية تانية. هنا هي واقفة بترقص عادي مش شايفاني وانا مش ظاهر لها بنسبة 1%، وبكل سهولة قدرت اجيبها. علاوي حبيب قلبي. ولكن من عندي زي ما اتفقنا انا واقف بالزاوية ان انا مش ظاهر، وفي نفس الوقت انا قادر اشوف المكان اللي انا هقيم فيه زي كده بالظبط. احب اشكر اخويا علاوي حبيب قلبي ابو حسين على مساعدتي في هذا الشرح الجميل. وما تنساش الفولو واللايك وتنشن صاحبك اللي نفسك ان هو يحترف ويقول لك بوش ما تقلقش انا حامي ظهرك.